الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. معشر الضباط، يطيب لنا أن نتقدم إليكم بأحر التهاني على تخرجكم من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية والأمنية والترابية. يسعدنا أن نستقبلكم اليوم لأداء القسم أمام جلالتنا بصفتنا القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وإننا نعتز بما وفرناه لكل مكونات قواتنا العسكرية والأمنية من أحدث الوسائل والإمكانات والتكوين العصري والتأهيل المستمر ومواصلة العناية بالأوضاع الاجتماعية لأفرادها. وقد قررنا أن نطلق على فوجكم اسم العيون، عاصمة الأقاليم الجنوبية للمملكة، والتي أمنا على جعلها قربا اقتصاديا وتنمويا مندمج. فكونوا رعاكم الله في مستوى ما يرمز إليه هذا الاسم من قيم التضحية والولاء والغيرة الوطنية الصادقة والالتزام بمقدسات الأمة في وفاء دائم لشعاركم الخالد: الله، الوطن، الملك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقول القصص. أقسم بالله العظيم أن أخلص لله ولملكي وأن أتفانى في خدمة وطني ودفع كل خطر يهدده وأن أنفذ أوامر قائد الأعلى صاحب الجلالة. أدى الضباط الجدد خريجو المدارس العسكرية وشبه العسكرية القسم بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، في حفل أداء القسم في غمرة الاحتفالات بعيد العرش المجيد في ذكراه 27، مناسبة تعكس كل سنة الرابطة المتينة والعروة الوثقى التي تجمع العرش بالشعب. وقد تفضل جلالة الملك فأطلق على الفوج الجديد اسم العيون، عاصمة الأقاليم الجنوبية للمملكة. وعقب أداء القسم قام صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، بتحية أعلام القوات المسلحة الملكية، قبل أن يستعرض جلالته مختلف أفواج الضباط الذين أدوا القسم. وينتمي الضباط المشاركون في مراسم أداء القسم هذه السنة إلى الأفواج المتخرجة سنة 2026 التابعين للمدارس العسكرية: الأكاديمية الملكية العسكرية، المدرسة الملكية الجوية، المدرسة الملكية البحرية، والمدرسة الملكية للخدمات الطبية العسكرية، والمدارس والمعاهد شبه العسكرية: المعهد الملكي للإدارة الترابية، المعهد الملكي للشرطة، المدرسة الوطنية للوقاية المدنية، المدرسة المحمدية للمهندسين، المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، مدرسة التكوين الجمركي، وأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني. وينضاف إلى ذلك خريجو السلك الخاص. وبهذه المناسبة تفضل صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بمنح الرتب للضباط الذين تمت ترقيتهم برسم سنة 2026. وتجسد هذه البادرة الملكية العناية السامية لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالته يحيط به أسرة القوات المسلحة الملكية. وكان جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية قد استقبل قبل ذلك بالقصر الملكي بتطوان لجنة الترقية. وكان صاحب الجلالة قد أقر على جدول الترقية المتعلق بأفراد القوات المسلحة الملكية
والدرك الملكي والحرس الملكي والقوات المساعدة، وأعطى تعليماته السامية بإبلاغ تهاني جلالته إلى الذين تم ترقيتهم، وحث كافة أفراد القوات المسلحة الملكية على الاستمرار في التفاني في إنجاز مهمتهم النبيلة، وفاء منهم للشعار الخالد: الله، الوطن، الملك. الالتزام الوثيق بروح المسؤولية والجدية جعل من قواتنا المسلحة الملكية مثالا يحتذى به في الإخلاص والعطاء، ويبقى العنصر البشري هو قطب الرحى، فالتركيز منصب على جودة التكوين من أجل أن تبقى القوات المسلحة الملكية محافظة على قيمها الأصيلة وتقاليدها العريقة، قادرة على تأدية مهامها النبيلة في أحسن الظروف، معتمدة في ذلك على أفواج من الإطارات الوطنية والكفاءات العسكرية من ضباط وضباط صف وجنود، مؤهلين لأداء مسؤولياتهم بمهارة واقتدار. فحرص جلالة الملك مستمر لتطوير قدرات القوات المسلحة الملكية بمختلف مكوناتها، وتمكينها من كل الوسائل التقنية الحديثة والتجهيزات الضرورية، مع وضع خطط مندمجة تكفل الجاهزية العملياتية الدائمة وتعزيز قدراتها الدفاعية في كل الظروف. حفل أداء القسم التفاتة مولوية وعطف سابغ يحيط به جلالة الملك أفراد القوات المسلحة الملكية. يعقد كما جرت عليه العادة خلال الاحتفالات بعيد العرش المجيد، موعد راسخ في قلوب المغاربة الذين يرون فيه لحظة للتعبير عن التعلق والارتباط الوثيق بشخص جلالة الملك، وعن أواصر الولاء الدائم والبيعة الوثقى التي تربط على الدوام بين العرش والشعب. الرسمي والشعبية المقامة بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد. مناسبة وطنية مجيدة تصادف هذه السنة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه الميامين. حفل الولاء وحفل تجديد البيعة مليء بالدلالات والرموز الوطنية والدينية، تقليد مغربي أصيل نابع من تاريخ عريق ومجيد لحضارة ضاربة جذورها في أعماق التاريخ، ولمملكة عريقة متأصلة بتقاليدها وعاداتها استمدت أصالتها من التاريخ الإسلامي ومن شرائع الدين الحنيف، وظلت متشبثة